اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. صباح الفل وصباح الورد وصباح الياسمين. أنا مش هقول لكم هعمل إيه النهاردة يا جماعة، أنتوا شايفين قدامكم، بس هشتكي لكم من المشاهدات اللي واقعة خالص ديت. أنا بصراحة اتضايقت من كتر الكلام عن القناة، من كتر الكلام زهقت بجد من القناة، وزهقت إن أنا بتكلم كتير عن المشاهدات وعلى الحاجات اللي في، يعني مفيش مشاهدات ولا في لايكات ولا في أي حاجة. الفيديو بصراحة يبقى يستاهل مليون لايك ويستاهل مليون مشاهدة، أقسم بالله يستاهل مليون لايك ومليون مشاهدة. بس مش عارفة مفيش مشاهدات ليه يا جماعة؟ مفيش مشاهدات ليه؟ ما بنتفاعلوش مع بعض ليه ونخش لبعض يا جماعة؟ والله العظيم أنا زهقت خالص بجد بجد. يلا بقى نخش على الفيديو بتاعنا بعد الكلمتين دول، عشان تحطوا لايك بقى وتخلوا بالكم مني شوية. النهارده بقى هنعمل شويه من العدس حلوين كده. طبعا الغدوه الشتويه ديت اكله شتويه يعني حلوه، هي والكوارع وهي والمحشي وهي والحاجات ديت بتبقى يعني ايه، اكله شتويه حلوه كده. النهارده هنعمل مع بعض عدس كده بطريقه حلوه قوي وهتعجبكم ان شاء الله. هنا حطيت الميه تغلي وغسلت العدس غسله حلوه قوي قوي قوي، يعني زي ما انتم شايفين كده حبايبي. وده هنا بقى طماطمتين وبصلايه وجزرتين وبصلتين، يعني بصوا حبة خلطة حلوين كده يخلوا العدس ايه، اوفر كده، اوفر في الحلاوة يعني. ماشي يا حبايب قلبي، هنسيب بقى العدس معانا. هنحط له ايه دلوقتي؟ هنحط له ايه دلوقتي العدس يا جماعة؟ نحط له حبة مكعب مرق حطينا مكعب مرق وحطينا مع نص معلقة كمون ومعلقة ملح زي ما انتوا شايفين كده حبايبي. وهنقلب كل المكونات دي على بعضها ونشوف ايه، ونسيب العدس بقى ياخد ويدي كده مع نفسه بقى، والريحه تطلع كأنك بتعملي لحمه، بصراحه كأنك بتعملي لحم. اما بتحط له التوابل بتاعته مع الغليه كده وهو بيطيب، بيبقى حلو قوي وبتلاقي ريحته طالعه كأنك بتعملي شوربه. ماشي يا حبايبي، خليكم معايا. انا مش عارفه انا كنت رحت فين وغيبت كده، ومش عارفه كنت رحت فين بجد. تقريبا رحت اجيب التوم. هنا نص معلقه من التوم المفروم هحطها برضو وياه زي ما انتوا شايفين كده حبايب قلبي. وهتقلبي تقليبه كده وتسيبي العدس بقى ياخد ويدي كده مع نفسه لغايه ما يطيب خالص ويبقى إيه ما يعني ايه الحاجات المكونات اللي فيه دي كمان طيبه جامد يعني. انا مش عارفه اتكلم والله، انا زهقانه والله يا جماعه من القناه دي، بصراحه زهقانه. شوف العدس بتاعنا بقى زي الكهرمان ازاي، وطابه بقى حلو قوي قوي قوي. الجزر والبطاطس بيخلوه حلو وبيخلوا لونه جميل وبيخلوه مسكر كده في الاكل يا جماعه، وحلو قوي. ماشي يا حبايب قلبي، خليكم معايا دايما وادعمونا عشان يوصل لكم مننا كل جديد. وحطوا، والله ما انا عارفه اتكلم. يلا الله المستعان. هنا كان التليفون فصل وانا بقطع بقى الفته. عايزه تعملي فته اعملي، مش عايزه تعملي براحتك. انا بحب العدس بفته، بعمل الفته كده، بحب اعوزها بقطعها قطع مكعبات كده، وادهنها بالفرشه كده زيت او سمنه بلدي، وبحط عليه كمون، برش رشه كمون كده واحطه في الفرن لما يتحمص. وبعدين ايه، بحط بقى بعمل فته بقى، يعني فته حلوه قوي. الفته بتبقى بتاعه العدس دي بتبقى جميله. انا هنا بحبه، انا بصراحه بحب الفته دي. ماشي يا حبايب قلبي، خليكم معايا. اوعوا تغيروا المحطه بقى ولا تروحوا في اي حته. الفيديو ده انا بصوره بسجله اقسم بالله وانا زهقانه خالص، يعني مش عارفه اقول ايه، مش عارفه والله. هحط رشه من الزيت كده وهمسح مسحتين كده بالفرشه، واحط حبه كمون واقلب كده وامسح مسحتين كده ايه بالفرشه كده زي ما انتم شايفين كده يا حبايب. وهنزل بقى بالعيش بتاعنا في الفرن كده احمصه وارجع لكم تاني. هنا العدس انا بفضيته في الحله دي، في الطبق ده ببرده علشان اضربه في الخلاط، عشان ما تحطوش سخن جامد في الخلاط عشان ما يبوظش الخلاط. هنا انا سبته شويه وبعدين ضربته في الخلاط، وبعدين جبت الحله بقى اللي انا هعمله فيها، اللي انا كنت بسلقه فيها، غسلتها كده وحطيت فيها معلقتين 3 من الزيت، وجبت نص معلقه توم برضه وهعمل له طشه حلوه كده بتخلي ريحته حلوه وطعمه حلو قوي. بالذات في الشتاء تطشيله كده ايه الطشه اللي التوم دي ما بيعملش حاجه، لكن في الصيف طبعا لو حبيتي تاكلي عدس ما تطشلهوش توم عشان بيحرق الصدر كده في الصيف. ماشي يا حبايبي، شايفين لون العدس؟ كان جميل جدا جدا، اقسم بالله كان حلو حلاوه مش هقول لكم بقى. هنا بقى جيت بقى اعمل بقى الفته بتاعتنا. شوف العيش بقى متحمص وجميل ازاي، كل ما يتحمص حبه اقلبه علشان اللي فوق يجي تحت وكده ويتحمص كله.
خليكم معايا. هنا غرفت طبسية كده هحطها جنب الأكل زي ما انتم شايفين كده حبايبي. شايفين لون العدس وتقيل مش خفيف، يعني لا تقيل جامد ولا خفيف جامد. هنا بقى هرش على الفتة بتاعتنا كده شوية من العدس حلوين زي ما انتم شايفين كده، وبعدين هنزل بقى بشوية من الرز. عايزة تاكلي الفتة كده لوحدها كليها، عايزة تاكليه برز بس كليها، عايزة تغمسيه بعيش برضو بتغمسيه بعيش براحتك يعني. بس انا هنا بحب العدس عليه ايه، بالفتة كده. هحط حبة رز كده واحط الفتة كده وكل بقى يا معلم. بسم الله ما شاء الله. وازين بقى الطبق بتاعنا والحبة الرز زي ما انتم شايفين كده. واستناني بقى في فيديو جديد على قناتي يوميات من مطبخ ماما. انا مش هسيب اليوتيوب، انا مش هزهق واسيب اليوتيوب، انا هتني وراه. اشوفكم بقى في فيديو جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.